بجد انا محتاجك، يعني بجد محتاج المره دي رايك يا اللي هتتفرج او يا اللي بتتفرج. بجد عمري ما طلبت الراي يعني، لان عاده بتبقى الرؤيه بتاعتي في الماتش ببقى مقتنع بيها جدا ومقتنع برؤيتي للماتش طول عمري كده. النهارده بجد محتاج راي الناس، تقول لي فعلا اللي هقوله لك دوت انت شفته ولا لا. بترجعوا لنا الملل تاني ليه؟ ليه ده احنا ما صدقنا خدنا ثقه في المنتخب من الماتش الحزين الوحيد اللي فات، ان احنا نرجع تاني يبقى عندنا الثقه في المنتخب ونقف وراه وعايزين نروح لابعد نقطه. عارف الحته اللي كانت مفقوده عندنا دي؟ الروح. مش عايز اتفرج منتخب ايه، كانت عندنا كلنا. رجعت في الماتش اللي فات وبقى عندنا الامل والتفاؤل، هنبتدي نشوف كرة حلوه وكرة ممتعه. بترجعني تاني لنقطه الصفر ليه؟ واحد يقول لك اصل احنا كنا بنلعب بالبدلاء. ايوه، يعني ايه بنلعب بالبدلاء؟ وكأن بقى مكتوب عليا طالما بلعب ببديل يبقى لازم اشوف الصورة السيئة دي عندي انا. بس المبدأ ده موجود رغم ان احنا شفنا في منتخبات كتير بيلعبوا بالبدلاء، الا ان بيبقى فيه كورة. لازم يبقى فيه كورة. امال انا واخد البدلاء دول ليه؟ يعني الناس دي انا واخدها ليه؟ كمالة عدد مثلا؟ قالوا لي لازم تجيب عدد معين فكملته، ولا دي ناس انا اتفرجت وشفتها واقتنعت بيها وجبتهم لاني هحتاجهم كتير معايا؟ ده الطبيعي. فرقة كاملة مكونة من 11 واحد ما فيهمش 3 بيلعبوا كورة، 3 بينقلوا كورة، 3 مختلفين في أي مركز مفيش. القطعية كلها واحدة. محلة بتفرج على سيراميكا كليوباترا بتلعب أنجولا، مش ممكن. حتى الناس اللي نزلت من بره زودت الطين بلة، يعني كانت الماتش أسوأ وأسوأ وأسوأ. حسام حسن لعبت المره اللي فاتت ب 3-5-2، كانت مفاجاه وكانت عجباني جدا واشدت بيها. لو اتفرجت على الماتش اللي فات سعيد جدا ب 3-5-2. ليه؟ لان 3-5-2 انت لعبتها صح. سيبك انك خدت الريسك وجازفت، بس لعبتها صح. ليه؟ بتعتمد على الخطه دي بتعتمد على ايه اصلا؟ 3-5-2 دي زحمه في نص الملعب، والجناحين بتوع الخمسه اللي في نص الملعب مع الاثنين فراوده اللي قدام. العيال دي لو عندك كويسه العب بالخطه دي، مع كمان عدم وجود اقتناع بمصطفى محمد. هو مش مقتنع بيه وهو فعلا بعيد عن ادائه. لما تتفرج على الماتش تعرف ان هو بعيد جدا مصطفى محمد. فعندي 2 فراوده تقال زي صلاح ومرموش يضغطوا اي دفاع، مع جناحين من ورا يطلعوا يشتغلوا زي تريزيجيه او محمد هاني، جناحات تطلع وترجع تعمل ماتش حلو. وفعلا عملت ماتش حلو، لولا كمان الطرد بتاع مرموش كنا نعمل ماتش احلى. واللعيبه نفذت لك اللي انت كنت عايزه في الماتش اللي فات في 3-5-2 ما يقرب من 85-90%. وانا كنت نفسي تلعب بيها تاني، لكن تلعب بيها تاني وانت معاك المقومات اللي تلعبك بيها تاني. لكن انت بتلعب ب5 في نص الملعب. مين الجناحين اللي انت كنت معتمد عليهم النهارده اللي هم هيعملوا لك الصولان والجولان؟ مين؟ احمد عيد اسوأ لاعب في المباراه، وفتوح الناحيه الثانيه. لا ده عمل لك اللي انت عايزه ولا ده عمل لك اللي انت عايزه خالص. وانا من رايي يا ابني فتوح لاعبه باك شمال. 2 فراوده حاططهم جوه مقطوعين عن الدنيا، معزولين، النور عندهم مقطوع، الشبكه بينهم وبين بقيه الفريق مقطوعه، مش موجودين اصلا. وانا مش هلوم عليهم. مش هلوم عليهم ليه؟ لان ما حدش بيديهم كوره، ولا في صانع لعب، ولا حد بيعمل لهم عرضيه خالص يعني. وهلوم عليهم لان حتى لو كان في الناس اللي بتعمل لهم الكلام ده كله فهم مستواهم بعيد كل البعد، وباين قوي عليهم الاثنين مستواهم بعيد. من وقفه اللعيب على الكوره، من استلامه للكوره، من القرار اللي بياخده، تعرف اللعيب ده جاهز ولا مش جاهز. هو جاهز ومع ناس ما بتساعدوش، ولا هو اصلا مش جاهز فهم مش جاهزين. انا بس عايز اقول لك ايه 3-5-2 اللي اتفرج على النادي الاهلي ايام جوزيه كان بيلعب ب 3-5-2، بس كان بيلعب فيها بالصياعه ومعلمه. ليه؟ معاه وينجين هيعملوا له اللي هو عايزه. ده معاه مين؟ ده معاه جilberto في الشمال، ومعاه ناحيه اليمين بركات، ومعاهم في النص ابو تريكه، مش ممكن، ومعاهم 2 ورا
بيلعبوا ستتين دفاعين ورا الثلاثه دول، ومعاهم مين قدام؟ معاه فلافيو وعماد متعب، 2 مهاجمين علقه يشغلوا اي دفاع، يشغلوا اي دفاع، مما يعطي اريحيه للونجين اللي بقول لك عليهم يطلعوا يشتغلوا. انا بس بحاول اقرب لك الموضوع عشان تبقى فاهم. هل اللعيبه ديت قادره تنفذ؟ كمان اللعيبه مش قادره تنفذ اللي قاله حسام اصلا. شوط اولاني ما فيهوش حاجه، شوط اولاني ما فيهوش كوره، شوط اولاني ما بنبصيش ما بنروحش، كور كلها في العمق بلا معنى، كل كوره بنمسكها في العمق بلا معنى وبلا بني ادمين، تحضير ممل انتهى عصره، واقفه على الكوره مش ممكن. ده حتى البدائل اللي احنا نزلناها، يعني جينا في الشوط الثاني نزلنا بدائل، نزلت زيزو، نزلت مصطفى فتحي. طيب نزلت مصطفى فتحي لعيب بيطجن. اولا هو ما بيلعبش في بيراميدز بقاله فتره، حسام جاب اللعيب بيطجن يا جماعه، كل كوره بيمسكها تحت رجله بيعمل الحاجات اللي ممكن تتعمل في الدوري المصري، ممكن تاكل معاك، اللي تتعمل قدام المحله والبلديه وتتعمل قدام بقى الفرق الاسماعيلي، تتعمل قدام الناس دي. ان افضل واقف على الكوره بشمالي، يفضل يعمل كده بشماله، يشماله ويتدنجل ويتحنجل لحد ما واحد يقوم جاي له ويحاول ويزقه ويقوم راجع بيها. فين الكلام ده؟ مين هيديني فرصه للكلام ده كله؟ ايه ده؟ وعيني دايما في الارض، مش كوره ولا 2 ولا 3، ده كتير قوي كل كوره بيمسكها في رجله كده. فين القرار؟ فين القرار؟ هتقول لي ما لا، مره بيبقى ناس زهران ومره الناس مش زهران، هو كل ما بيمسك الكوره الكتالوج بتاعه نزل ان هو يقف الوقفات دي، وقفات ممله وطويله ما بقاش في حد يسمع بيها في الكوره. لا، الناس اللي بتلوم على محمد صلاح، لا محمد صلاح ده بالنسبه للموجودين ان ما كانش هيديك اللي انت عايزه واللي بتشوفه في ليفربول من انطلاقات سريعه ومروح وفنتات، بس على الاقل لو الكور كانت جات له في نفس الموقف بتاع مصطفى فتحي كان هيعمل لك السهله الممتعه اللي يشيلها لك على دماغ لعيب، اللي ممكن واحده تخلص. نزلت زيزو، كان زمان الزملكاويه يزعلوا من الاهلاويه لما يقولوا لهم ده لعيب لا يصلح انه يلعب في منتخب او محلي، الزملكاويه كانوا يزعلوا قوي. بس من الواضح ان الرؤيه ديت من واحد اهلاوي كانت رؤيه حقيقيه، رؤيه حقيقيه. مش ممكن زيزو غير موجود. طيب هل لانك ما بتلعبش زيزو في مركزه؟ طب احنا محتاجين نشوفه في مركزه عشان نقدر نحسم النقطه دي اللي هي فين؟ وينج رايت. بس للاسف ده محمد صلاح بيلعب هنا، يبقى مش هنشوفه في الحته دي. طب هنشوفه فين؟ هنشوفه في نص الملعب، مش حتته، مش بتاعته. ده غير بقى كده، ده غير ان هو جات له كور ما لهاش علاقه بالمركز، حاجات قدام الجون بتتعمل بشكل. انا متضايق ان اشوف لعيب في منتخب مصر ولاعيب كبير مكسر الدنيا في الدوري المحلي بيتعامل المعامله دي مع الكور اللي سهله قوي دي. انا انزل احطها، مش بقول لك كلمه كده، انا انزل احطها. كرة بتيجي لزيزو من ابراهيم عادل، اللي هنيجي لابراهيم عادل، بتجيله في واحده بتفكرني بتاعت ابو تريكه وزيدان في الكاميرون في النهائي. ابراهيم عادل بيكارك في واحده ويعدي ويوقف الدفاع في ظهره ويحطها عرضيه على الارض في 18 لزيزو اللي جاي بصدره في الجول، مش محتاجه حاجه خالص، تريكه بطن رجلك على طول، بطن رجلك بمنتهى القوه، بيقوم لامم وعشان عايز يلمها الاول كده، هو اساس بقى ان كل اللعيبه ديت لعيبه مغفله، كله رايح كده يلاقي اللعيبه وقفت له قطعت الكوره. مش حتته، مش مركزه، مش صانع لعب، مش صانع لعب. ففي حاجات كتير جدا، كان في عوار كبير جدا في 3-5-2 اللي اتلعبت النهارده من اللعيبه ومن التنفيذ ومن كل حاجه. الوحيد اللي كان واقف على رجله النهارده والوحيد اللي عنده شخصيه لعيب كبير جدا هو ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لعيب عنده كل مقومات اللعيب الكبير: المهاره، الثقه بالنفس، الجرأه، شخصيه، دريبلينج عالي جدا، استلم تحت ضغط خصم، يخش يموه ومش اناني. يعني لو في موقف انا عديت بس زاويه الرؤيه مقفوله مش بتاعتي بيحطها لزميلي. ده اللاعب الوحيد اللي انا شفته النهارده الى حد ما لعب كويس.
ولا بقى مهند لاشين ولا حمدي فتحي ولا كل الطقم اللي انت شايفه ده. اما بالنسبه لاحمد عيد ده اسوأ لاعب في الماتش، اسوأ لاعب في الماتش. خدته مضطر مثلا، فمفيش باكات رايت فانا خدت ده، حتى لو مضطر في افضل منه ياما ياما. سيبك من الحتتين اللي في الاخر اللي دخل كارك مع اللعيبه وقطع الكره منهم. انا بتكلم على الانتاج، حطه في مركز يا راجل، حطه جناح، ده انت عايز منه كتير قوي قوي قوي. لعيب في منتهى السوء. تعرف فضل محمد هاني هنا. لو انت شايف محمد هاني، لا ده انت تعرف هنا فضل محمد هاني قد ايه. لا ده لعيب مهم. لما اشوف الناس دي يبقى هو لعيب مهم، ويعرفك ان احنا القماشه بتاعتنا في الاخر سواء لعيب اول او لعيب تاني هي قماشه محدوده جدا. محمود صابر مش موجود، مش موجود. ما في حاجات كده انت بتجيبها برضه، خلي بالك مش كل من شفته في الدوري المصري عمل كوره كورتين حلوين هيصلح ان انت تجيبه المنتخب. عارف ان القماشه كده وعارف الكلام ده كله، بس انا بقول لك مش كل اللي هتشوفه كويس هينفع تجيبه في المنتخب. غير بقى صلاح محسن ومصطفى محمد، دول بره الصندوق اصلا، بره الجيم، بره الفورمه، بره كل حاجه. الناس بتصحى الصبح تتفاجئ بيها انها موجوده. صلاح محسن انا نسيته سقطت، هوبا الحق ده رجع، هوبا ده في المنتخب، هوبا ده كابتن المنتخب، هوبا ده فيرويد. ايه ده؟ هم دول افضل ناس؟ برضه هرجع واقول هم دول افضل ناس، افضل بدل. يعني حتى الفرقه المنتخب الاول كله على بعضه واقف على 4 لعيبه، هم ممكن يكونوا مميزين 5 لعيبه، 5 لعيبه اسما، بس فعلا على ارض الملعب بتلاقيهم في الاخر 3 2، وممكن يبقى 1. مرموش هو الوحيد اللي كان نجم، هو الوحيد اللي بالنسبه لي نجم، هو الوحيد اللي عمل كل حاجه الى حد، هو المختلف، هو اللي عمل لي الخطوره. مرموش بيجري بيتحرك، الكرة بتيجي في رجله، انا حاسس ان الكرة جايه في رجل لعيب كبير هجام بيخش على الناس، يخش يرقص يرعب. فبقول لك هتقول اسماء كتير وهتيجي في الاخر تشوف انها صفصفت على مين؟ هي صفصفت على مين في الاخر في المنتخب؟ محمد صلاح اسم كبير، فعل قليل. مرموش، عندك بقى اسماء تريزيجيه وعندك زيزو، اسماء رص الاسماء، لكن الاسماء على ارض الملعب ما بتديكش، ما بتديكش انتاج قوي على وزن الاسم بتاعه، ما بيديكش. فانا مش مطالب ان انا يبقى عندي بدل اشوفهم بالمنظر ده. ايه ده؟ لحد النهارده فرقه نازله موجوده ما نقلوش على بعض 3 4 نقلات، ده غير ده خصوصا في الشوط الاول ما رحناش على الجون غير واحده اهي، واحده حسام عبد المجيد، كرة في ال 18 ابراهيم عادل بيعملها باكورد، بدل ما تروح في الجون كده اهو بتيجي عرضيه، بيقابلها حسام عبد المجيد الطويل اللي لوحده، بجد لوحده، والجون قدامه 3 4 ياردات، كده جون كده جون كده جون، كلها جوان بتطلع فوق. بوريك برضو بعض اللقطات اللي بتوريك ان احنا ايه، احنا القماشه بتاعتنا وحشه، احنا القماشه بتاعتنا وحشه، احنا اللعيبه بتاعتنا لعيبه قليله قوي، قليله قوي. طبعا بتتفرج على الدوري الاوروبي، كور زي دي تضيع، مش ممكن، مش ممكن. كور زي كده ممكن تبقى واحده زي ديت انم عليها ماتش كامل، ولازم اطلع اقول ما جبتهاش ليه؟ وحضرتك ما جبتش الكوره ليه يا فندم؟ ما حطيتهاش بهدك ليه؟ حضرتك هي محتاجه ايه؟ ده انت كنت مغمض عينك. الكوره الوحيده اللي في شوط كامل، هي دي الكوره الوحيده اللي في شوط كامل، ما عملناش غيرها. من اسوأ واكثر الاشواط مللا وارهاقا. الشوط الثاني نزل مصطفى فتحي زي ما قلت لك بيطجن وبيقف على الكوره، ونزل زيزو، لا ما اضافش اي حاجه خالص، كل كوره في رجله غلط، كل كوره بيعملها غلط، كل شوطه غلط، كل قرار متاخر، كله. انت لو كنت بتعاني من ازمه ان انت ما تعرفش تلعب الا لو انت نجم في الفريق وصلاح واخد الاضواء منك او مرموش، في لعيبه كده، فانت النهارده كنت لوحدك ترفرف وحيدا، انت النجم، رحت وصلت عند الجون، لكن فين الانتاج؟ زيرو الانتاج، زيرو يا زيزو. طلع مصطفى محمد الشوط الثاني، حتى لو جيت انا حتى لو جيت اكلمك على الشوط الثاني، الشوط الثاني الدنيا ساحت بعد خروج مصطفى محمد، ما بقتش فاهم انت بتلعب ايه بقى. هل انت لسه محافظ على القوام بتاع 3-5-2 ولا قلبتها 4-3-4 ولا عملت ايه في الملعب؟ ما بقتش فاهم الملعب ماشي ازاي خالص. موجود صلاح محسن كفرود ولا ليه دور،
ولا ليه دور ان احنا اقول لك حاجه، يا رب الفرقه الاولانيه وهي بتلعب ما حد يحصل له اصابه قويه ولا اي حاجه نضطر ننزل ناس من العناصر اللي كانت موجوده، مش هتضيف لنا بجنيه. احنا موصلين التيم الاولاني يكمل معانا كده بالاثنين اللي قدام اللي ممكن ربنا يطرح فيهم البركه في اي وقت، كان صلاح ولا مرموش، ربنا يطرح فيهم البركه. فمش طالبه اي اصابه تحصل، اصابه من اي اصابه لاي حد. ما فيش حاجه في الماتش حرفيا تتقال غير ان انا قاعد بتفرج على الماتش وعندي ملل. ابتديت اجيب اكل وابتديت اقعد اكل وانا بتفرج على الماتش يعني انا مش عارف بصراحه الاختيارات بتاعت حسام حسن في بعض الاحيان بتعتمد على ساعات انت بتختار واحد شبهك. يعني حسام حسن كان رجولي قوي قوي بقى، عارف انت عارف حسام عامل ازاي، فبيختار ناس على شاكلته كتير، امثال ياسر ابراهيم، جرينتا والحماس، ربيعه، احمد عيد، بيجيب بقى مهند لاشين، حمدي فتحي، العيال اللي هي تضرب وعارف. تختار دايما لعيبه على شاكلتك. ده في لعيبه كتير قوي ما ينفعش تيجي معاك، صدقني في لعيبه كتير ما ينفعش تيجي معاك. حمدي فتحي ده ما ينفعش يجي معاك اصلا، عارف عليه الظهر وانتهى، خلاص مده صلاحيته خلصت، تاريخه كله ماتشين ثلاثه يعني. لعيب بيضرب اكتر ما هو بيلعب، مش من دلوقتي من زمان، ده رايي فيه، واللي كان الناس كانت تقعد تمجد فيه بقول انا اسف انت ما بتفهمش كوره ولا لعبت كوره، فاهم غلط عن الراجل الديفندر، فاهم غلط، الديفندر غلط، ده راجل بيضرب الناس وخلاص، لعيب مؤذي. ولا مهند لاشين اجيبه ولا احمد عيد اجيبه، ناس كتير قوي ما اجيبهاش، ناس كتير ما اجيبهاش معايا، بس ببقى مضطر في بعض الاحيان اخد اسماء رنانه لازم اخدها معايا، لازم اخد لعيبه معايا. يعني زيزو بيقولوا مكسر الدوري المصري واللعيب لازم اخده معايا، ممكن مش مقتنع بيه بس لو ما خدتوش السبوتات عليا هتبقى كتير قوي يا جماعه، ما لازم اخده معايا. ناخد مين؟ طب انا اخد مين؟ لازم اخد امام عاشور، بعيد وكان عنده فيروس وبعيد وبتاع مش موجود، بس لازم اخده معايا، لازم يبقى موجود، مفيش تاني. قصه مفيش تاني مفيش تاني مفيش تاني مفيش تاني دي. انا مش عارف ماتش جنوب افريقيا بالنسبه لي خدعني ولا ممكن يبقى عندنا حاجه كويسه نقدمها. خلي بالك برضو اللي دربك الدنيا طلع مرموش، دربك لي حتى انا اللي كنت منتظره من الخطه اللي انا كانت عجباني جدا في اليوم ده. عشان كده عايز اشوف المنتخب تاني ب 3-5-2 تاني بنفس القوام الاول. الماتش ما عجبنيش طبعا خالص، هيعدي في زوبعه ان مركب الفرحه بتلم، صعدنا وصاعدين اول ومركب الفرحه بتلم، فيعدي الدنيا تعدي الدنيا. لكن لو جيت وقفت على الحقائق اللي انا كلمتك فيها دلوقتي ديت وعلى امكانيات اللعيبه هتلاقي كوارث حقيقيه. مصطفى شوبير جون كويس حقيقي. في حلقه نزلت النهارده عندي على القناه بودكاست مع اسلام، لو انتوا حابين تشوفوها برضو، ويا ريت الناس تقول لي اقراها في التعليقات. السلام عليكم.